اهلا بيكم، معكم محمد السعيد برنامج درافت. النهارده هنتكلم عن فريق من الستة الكبار وهو تشيلسي. تشيلسي اخر فتره، يعني هي السيزون اللي فات ما كانش هو تشيلسي اللي كنا بنتفرج عليه زمان. الفريق كان فيه تخبط كبير، تغيير مدربين بدون اي سبب، صفقات كتير، يعني كان بيملى في اي مراكز وخلاص. بس اعتقد بوتشيتينو لما جه ظبط الموضوع دوت. في صفقات ناس كتير مشت، في اعتماد كبير على لعيبه صغيره ومواهب من اكاديميه تشيلسي ممكن تفيده بعد كده. الفريق برضو كان كويس في البري سيزون، ما كانش وحش. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن تشيلسي ونشوف ايه اللعيبه المفيده عندهم في الفانتزي، ايه اللعيبه اللي هتبقى كويسه، واللعيبه لسه جايه وما نعرفش طريقه لعبها. هقول لك على مميزاتها. مبدئيا تشيلسي في البري سيزون مع بوتشيتينو لعب كل الماتشات برضو 4-2-3-1. اعتقد هي اصلا التكتيك المنتشر في الدوري السنه دي، اغلب الفرق الكبيره بتلعب بيه. لو بصينا للهجوم بتاع تشيلسي فهو نيكولاس جاكسون الصفقه الجديده اللي موجوده. هو اهم واحد دلوقتي عندهم، لان هو لعب الماتشات الوديه وكان بيشارك، وراجل هداف وسريع وصفقه كويسه. جاكسون موجود في الفانتازي ب7، يعني انا شايفه حاليا هو اهم لعيب في تشيلسي، خاصه بعد ان نكوكو اتصاب. ونكوكو الاول كنا فاكرين اصابته صغيره اسبوع اسبوعين، بس هو للاسف اصابته هتطول، هيعمل عمليه ممكن فيها من 3 ل4 شهور، ممكن توصل ل6. لسه مش اكيد كل دوت، بس هيبان مع الوقت. نكوكو برضو، يعني اللي ما شافش اللي ما يعرفوش، هو كان في لايبزيج، وهو اصلا من اللعيبه اللي اصاباتها كتير، يعني هو بيلعب بيأدي، هو مش موجود هو مصاب. ده نكوكو ببساطه يعني. نيجي شويه لنص الملعب. طبعا بعد الناس الكتير اللي مشت، فنص الملعب انزو بيلعب جنبه جالاجر. طبعا الناس دي مش هتفيدنا في اي حاجه في الفانتازي. قدامهم بيلعب ستيرلينج على اليمين. طبعا هم محتاجين يجيبوا حد مكان في اليمين مكان ستيرلينج. ستيرلينج مستواه سيء، يعني هو يعتبر من اضعف الناس في الفرقه. نكونكو هو اللي تحت المهاجم. هو دلوقتي بعد ما نكونكو اتصاب، في راجل لعب في الماتشات الوديه، لعيب لسه صغير، سعره في الفانتزي 4.5. انا شايف ان لو ده اساسي هيبقى يعني زي كده حاجه كده طفره. يعني هو صغير وسعره قليل، ولو بيلعب في نص ملعب تشيلسي فاعتقد ان هو هيبقى حد هتكمل بيه التشكيله، وفي نفس الوقت ممكن تحطه في اي وقت لو عنده ماتشات سهله. اللعيب ده هو تشيكو ميكا. كويس جدا، سعره قليل، ممكن يكون مفيد. اعتقد ان انا ممكن اجيبه واكمل بيه التشكيله لو فعلا ثبت ان اصابه نكوكو مطوله. طبعا على الجنب التاني مودريك، برضو لعيب كويس، لسه برضو يعني لعب الفتره اللي فاتت كان احتياطي، لسه ما نعرفش منه حاجه. هنيجي نتكلم على الدفاع. تشيلسي من الفرق اللي اغلبيه الوقت بيبقى دفاعها كويس، يعني بتقدر تعتمد عليه، ما عدا السنه اللي فاتت، او على الاقل النص التاني من السيزون. طبعا الراجل الاهم في دفاع تشيلسي هو ريس جيمس ب5.5. بيشارك في الهجمات، بيجيب جوان، بيلعب كورنرات، بيلعب فاولات، بيشوط من بعيد، من احسن اللعيبه في تشيلسي. بس مش شايف ان هو السنه دي هيبقى قوي، مش حاسه يعني. برضو جيمس من اللعيبه اللي اصاباتها كتير، بيلعب ماتش 2 وفي الاخر بتجيله اصابه يقعد عليها 3-4 اسابيع. في حيث ان ممكن الناحيه التانيه الباك الشمال شيلويل هو افيد، مش افيد بحيث ان هو يكون على بس افيد من ناحيه الاستمراريه. يعني شايف ان شيلويل كاختيار احسن من جيمس. برضو من الناس اللي بوتشيتينو معتمد ان هي تهاجم وبيهاجم من ناحيتها بشراسه هو شيلويل. فلو عايز حد هاي بادجت من دفاع تشيلسي فاعتقد شيلويل احسن من ريس جيمس. قلب الدفاع تياجو سيلفا. طبعا تياجو سيلفا نزل ب5 السنه دي، رخيص
مش رخيص قوي برضو، بس سعره رخيص بالنسبه لبقيه الخط، فممكن تجيبه وضامن ان هو بيلعب اساسي، لان اغلبيه دفاع تشيلسي مصابين زي بادياشيل وفوفانا والصفقه الجديده لسه ما لعبتش، فلسه هياخد وقت. اعتقد بقى اللي انا شايف اللي هو ممكن يكون مفيد في دفاع تشيلسي، اللي هو رخيص وفي نفس الوقت ممكن تجيبه ويلعب، فهو كولويل اللي كان في برايتون السنه اللي فاتت، لعب مع برايتون بالذات في اخر السيزون، يعني النص التاني. مدافع كويس جدا، كان مع منتخب انجلترا في بطوله اليورو اللي لسه خدوها. ب4.5 يعني يبقى مفيد جدا من حيث سعره، ومن حيث ان هو هيشارك في نقط الكلين شيت مع خط الدفاع، اللي هو بدل ما تجيب حد غالي منهم فده الراجل ده موجود وهيجيب لك الكلين شيت. بالنسبه بقى ورا الجون، هو كيبا كده حاليا هو الاساسي، ولسه جاي له سانشيز، لسه ما نعرفش مين هيبقى الاساسي فيهم. هل سانشيز هيخش يزق كيبا ويبقى هو الاساسي عليه مع مستوى كيبا اللي هو متذبذب اصلا؟ فاعتقد ان ممكن نشوف سانشيز بيبقى هو الجول الاساسي بتاع تشيلسي. هنيجي بقى دلوقتي نتكلم عن جدول تشيلسي. والله جدول تشيلسي هيبتدوا مع ليفربول، ماتش قوي جدا في الاسبوع الاول، فمش عارف هل هيبان شكل الفرقه في الاول. الماتش ده لو خسروا هيهزهم، فده برضو حاجه لازم نحطها في الحسبان. بس بعد كده الجدول هيبتدي يبقى اسهل، وبعد كده هيلعبوا ويست هام، طبعا ماتش ديربي من ديربيات لندن بس اخف شويه من ماتش الليفر. بعد كده الماتشات هتبتدي تسهل بحيث ان هم هيلعبوا لوتن وبورنموث، فاعتقد ان تشيلسي يعني ممكن تستثمر فيها من بعد الاسبوع الثاني. تستثمر في تشيلسي من بعد الاسبوع الثاني. هتجيب مين من تشيلسي؟ انا اعتقد نيكولاس جاكسون، حاجه يعني اتمنى يعني ان المهاجم دوت ما يخيبش املنا فيه ويبقى كويس. وفي الدفاع انا شايف تشيلويل ب5.5 وكولويل ب4.5 وبس كده. شكرا.